بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. نرحب بكم مستمعين ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج مسابقات العشر. يصحبني في التقديم كما هو معتاد صديقي وزميلي أنس. أهلا وسهلا أنس. حياك الله عبد الرحمن، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في سادس حلقات برنامجكم برنامج مسابقات العشر من ذي الحجة. دعنا عبد الرحمن نذكر بآلية سير هذا البرنامج وطريقة المشاركة فيه. سنطرح لكم بعض من مناقب الشاعر وسيرته، وأول ما يتسنى لك معرفة شاعرنا لهذا اليوم ستكون آلية المشاركة تنقسم إلى مسارين، والمسار الأول هو مسار الاتصالات عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة وقيمة الجائزة $150، والمسار الآخر هو مسار التعليقات عبر حسابنا في الفيسبوك وقيمة الجائزة هي $100. نعم. طيب، شاعرنا اليوم مختلف، لعله شاعر لم يعد شاعرا، وسيظهر هذا في الحلقة. أما شاعرنا لهذا اليوم فقد لقب بأبي عقيل، وهو عامري النسب، وهو صحابي جليل ومن أشهر الصحابة والفرسان في الإسلام. عمه ملاعب الأسنة، وأبوه ربيعة بن مالك، والمكنى بربيعة المقترنين لكرمه. مدح ملوك الغساسنة وأدرك الإسلام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وهو شاعر من شعراء المعلقات السبع كما هو معلوم، وهو صاحب القصيدة التي يقول في مطلعها: عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها. وقد أدرك الإسلام كما ذكرنا، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ولذا فهو يعد من الصحابة والمؤلفة قلوبهم. نعم. أيضا أخي عبد الرحمن، إضافة إلى كلامك، ترك هذا الشاعر الشعر بعد دخوله للإسلام، فلم يقل إلا بيتا واحدا وهو مسلم. وقال البيت: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. لم يقل إلا هذا البيت عندما أسلم: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ويذكر في ذلك أن حاكم الكوفة أرسل يوما في طلب شاعرنا لهذا اليوم، وسأله أن يلقي بعضا من الأبيات التي كتبها. نعم. فقرأ هذا الشاعر سورة البقرة، وقال عندما انتهى: منحني الله هذا عوضا لشعري بعد أن أصبحت مسلما. جميل. ولذلك قلنا في بداية الحلقة أنه الشاعر الذي لم يعد شاعرا، لأنه بعد أن دخل في الإسلام كما ذكرت لم يقل الشعر، وهو صاحب البيت الشهير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وهي قصيدة جميلة، وقد صدق في هذا: كل شيء ما خلا الله، أي ما عدا الله باطل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل. نعم. الله. أيضا كان شاعرنا إذا قال شعرا قاله لنفسه، ولم يكن يظهره، ولا كان يعني ما كان يظهر شعره لأحد، لكن بعد كتابته لمعلقته بدأ يظهر شعره ويبدأ أن يبيح أشعاره للناس. نعم. طيب، لعل الاتصالات بدأت تتوافد
نستقبل اول اتصال، نقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم من وين تكلمنا؟ هلا محمد من الرياض. الاخت هاله محمد من الرياض. هل تعرفتي على الشاعر لهذا اليوم اخت هاله؟ لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. لبيد بن ربيعة العامري، شاكر لك هذا الاتصال ويحالفكم الحظ ان شاء الله. الى اتصال اخر نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من معي ومن وين تكلمني؟ عبد الرحمن أحمد من الرياض. عبد الرحمن احمد من الرياض، هل عرفت شاعرنا لهذا اليوم يا عبد الرحمن؟ ايوه تفضل. زبيد بن ابو ربيعة. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. اتمنى لك حظا طيبا عبد الرحمن ويحالفك الحظ ان شاء الله معنا وتفوز بالجائزة. والى اتصال اخر، نقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم اختي الفاضله من وين تكلمينا؟ مها نقاش من الرياض. مها نقاش من الرياض، هل تعرفتي على الشاعر لهذا اليوم استاذه مها؟ لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة العامري، شاكر لك هذا الاتصال وفالكم الفوز ان شاء الله. الى اتصال اخر نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، من معي ومن وين تكلمني؟ ليان عثمان. ليان عثمان، من وين تكلمني اختي ليان؟ اسمعينا من الهاتف اختي ليان. لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة، من وين تكلمينا اختي ليان؟ لبيد من الرياض. من الرياض. نتمنى لك حظ طيب اختي ليان ويحالفك الحظ باذن الله عز وجل. وناخذ اتصال اخر، الو السلام عليكم. معكم أمل الجبر من الرياض. ام امل الجبرتي من الرياض، صحيح؟ نعم، الشاعر لبيد بن ربيعة. الشاعر لبيد بن ربيعة، شاكر لك هذا الاتصال اخت ام امل. الى اتصال اخر وضيفنا اخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. حياك الله، من معي ومن وين تكلمني؟ اعد الاسم مرة اخرى. أحمد محمد أمام من الرياض. احمد محمد امان من الرياض، حياك الله حبيبي احمد، هل عرفت شاعرنا لهذا اليوم؟ لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. اتمنى لك حظا طيبا اخي احمد ويحالفك الحظ معنا وتفوز بالجائزة ان شاء الله. والى اتصال اخر، نقول الو السلام عليكم. الو. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، الاسم الكريم من وين تكلمين اختي؟ فريدة سعيد من الرياض. فريدة سعيد من الرياض، هل تعرفتي على الشاعر لهذا اليوم اخت فريدة؟ اي نعم، لبيد ربيعة. لبيد بن ربيعة العامري، شاكر لك هذا الاتصال ويحالفكم الحظ ان شاء الله. الى اتصال اخر وضيفنا اخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، من معي ومن وين تكلمني؟ عبد العزيز أحمد. عبد العزيز احمد من السعودية. من السعودية، حياك الله عبد العزيز، هل عرفت شاعرنا لهذا اليوم؟ لبيد من الربيعة. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. اتمنى لك حظا طيبا يا عبد العزيز وتفوز معنا بالجائزة ان شاء الله اليوم. عبد العزيز صديق البرنامج كمان. ما شاء الله. والى اتصال اخر، نقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم اختي من وين تكلمينا؟ الو. صابرين حسن من الرياض. صابرين حسن من الرياض، تعرفتي على الشاعر هذا اليوم اخت صابرين؟ لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة العامري، شاكر لك هذا الاتصال.
إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي؟ من تكلمني؟ سلمى من الرياض. سلمى من الرياض، حياك الله أخت سلمى. هل عرفتي شاعرنا لهذا اليوم؟ شاعر لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة. سلمى من معليش؟ سلمى محي. سلمى محي الدين من الرياض. نتمنى لك حظا طيبا وحالفك الحظ بإذن الله معنا وتفوزين بالجائزة إن شاء الله. والى اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم اختي ومن وين تكلمينا؟ أم أمل الجبرتي من الرياض. ام امل الجبرتي من الرياض. هل تعرفتي على الشاعر هذا اليوم اخت ام امل؟ الشاعر نعم لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. لبيد بن ربيعة، شاكرين لك هذا الاتصال ويحالفكم الحظ ان شاء الله. إلى اتصال آخر وضيف آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي؟ من تكلمني؟ حسن محمد نور من الرياض. حسن محمد نور من الرياض، حياك الله حبيبنا حسن. هل عرفت شاعرنا لهذا اليوم؟ نعم. تفضل. لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة، نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله ويحالفك الحظ معنا وتفوز بالجائزة. والى اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخي الفاضل، اسم الكريم من وين تكلمنا؟ الله يحييك. معك مصطفى محمد من اسطنبول. مصطفى محمد من اسطنبول، حياك الله يا مصطفى. هل تعرفت على الشاعر لهذا اليوم؟ الله يحييك. ايوه نعم ان شاء الله. لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة، شاكر لك هذا الاتصال يا مصطفى ويحالفك الحظ ان شاء الله. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي؟ من تكلمني؟ معك أبو ليلى من الرياض. أبو ليلى من الرياض، حياك الله حبيبي أبو ليلى. هل عرفت شاعرنا لهذا اليوم؟ هل عرفت شاعرنا لهذا اليوم؟ نعم. تفضل. نعم الشاعر لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. أتمنى لك حظا طيبا أخي أبو ليلى ويحالفك الحظ إن شاء الله. والى اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الاسم الكريم وعليكم السلام. الرحمن عبد العزيز. عبد الرحمن عبد العزيز، من وين يا عبد الرحمن؟ من الرياض. من الرياض. عرفت الشاعر يا عبد الرحمن؟ ايوه. مين؟ بيد بن ربيع. لبيد بن ربيعة، يحالفك الحظ يا عبد الرحمن ان شاء الله. شكرا لاتصالك. إلى اتصالنا آخر وضيفنا آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي؟ من تكلميني؟ آدم من الرياض. الاسم مرة أخرى. حليمة آدم من الرياض. حليمة آدم من الرياض، حياك الله أختي حليمة. هل عرفتي شاعرنا لهذا اليوم؟ لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. أتمنى لك حظ طيب أختي حليمة ويحالفك الحظ معنا إن شاء الله. والى اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ راوي دريملي. ما سمعت عفوا. ابن ربيعة. الاسم الكريم؟ راوية خليل. راوية خليفة؟ راوية خليل. من وين يا اخت راوية؟ راوية خليل. تمام، من وين يا اخت راوية؟ من في السودان. من السودان. هل تعرفتي على الشاعر لهذا اليوم اخت راوية؟ ايوه الشاعر لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة، شاكرين لك هذا الاتصال ويحالفك الحظ ان شاء الله. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي؟ ومن تكلمني؟
من الرياض. معك ابو عبد الرحمن. معليش حبيبنا لو تعيد الاسم مرة أخرى. ابو عبد الرحمن احمد. أبو عبد الرحمن، حياك الله حبيبنا أبو عبد الرحمن. هل عرفت شأننا لهذا اليوم؟ لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. تتمنى لك حظ طيبا أخي أبو عبد الرحمن، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. والاتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. السلام ورحمة ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. أم أحمد الجبرتي. غير واضح، المعذرة. الاسم الكريم. ألو. الجبرتي. أيوة أم أحمد الجبرتي. أم أحمد الجبرتي، من وين تكلمين أخت أم أحمد؟ من الرياض. من الرياض. هل تعرفتي على الشاعر لهذا اليوم أخت أم أحمد؟ لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة. شاكرين لك هذا الاتصال أخت أم أحمد، ويحالفك الحظ. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ ليلى سعيد من السودان. ليلى سعيد من السودان. حياك الله أختي ليلى. هل عرفتي شأننا لهذا اليوم؟ أهلا وسهلا. ألو. هل عرفتي شأننا لهذا اليوم؟ ألو. أسمعك يا أختي. هل عرفتي شأننا لهذا اليوم؟ في المسابقة. تفضلي. هل عرفتي شأننا لهذا اليوم؟ ألو. أيوة. إجابة؟ أي نعم، أعطينا الإجابة تفضلي. الإجابة لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. أتمنى لك حظا طيبا أختي، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ما الاتصال. ألو السلام عليكم. طيب ناخذ اتصال ثاني نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم أخي، من وين تكلمنا؟ معك صهيب من السودان. صهيب ماذا؟ صهيب عبد الحافظ. صهيب عبد الحافظ من السودان. هل تعرفت على الشاعر لهذا اليوم أخ صهيب؟ أيوة. لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة. شاكر لك هذا الاتصال أخ صهيب، ويحالفك الحظ إن شاء الله. اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ صالح حسن من الرياض. صالح حسن من الرياض. هل عرفت شاعرنا لهذا اليوم أخ صالح؟ بإذن الله لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. نتمنى لك حظا طيبا أخي صالح، ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل. الاسم الكريم. الله يحييك. عبد الأول محمد سعيد من السويد. عبد الأول محمد سعيد من السويد. هل تعرفت على الشاعر لهذا اليوم أخ عبد الأول؟ نعم هو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. شاكر لك هذا الاتصال، ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى اتصال أخير نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ موسى كبيرة من اسطنبول. موسى كبيري من اسطنبول. حياك الله يا حبيب موسى. هل عرفت شأننا هذا اليوم؟ نعم. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. بن ربيعة رضي الله عنه. نتمنى لك حظا طيبا حبيبي موسى، ويحالفك الحظ معنا إن شاء الله وتفوز بالجائزة. لعل موسى أجابها من أمس. ما شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، نترككم في فاصل قصير، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. دعنا أخ عبد الرحمن نستكمل بعض من مناقب شاعرنا لهذا اليوم. وذكرت قبل الفاصل قبل الصلاة أنه كان شاعرنا لهذا اليوم إذا قال شعرا لنفسه ما كان يظهره سبحان الله إلا بعد أن كتب معلقته وبدأ يظهرها للعالم. نعم. طيب ولعل ايضا ما يعني اظهر شعره، حين اظهر شعره برز في الميادين وبرز عند العرب وبرز، وكانت الشعراء تلقي قصائدها في الحج. وكذلك المعلقات قيل سميت انها المعلقات لانها كانت تعلق على استار الكعبه. ولعل هذا يجرنا الى الحديث عن الحج في هذه الايام، لانها العباده الوحيده التي تميزت بها هذه الايام، اذ لا يوجد حج في سائر ايام السنه الا في هذه الايام. ومعنى كلمه حج في اللغة العربية هي التوجه وقصد مكان معين، واصطلاحا أي في الإسلام معناها قصد بيت الله الحرام الكعبة الشريفة لأداء مناسك معينة وعبادات معينة، وذلك لاكتمال أركان الإسلام للفرد. كما هو معلوم يجب للمرء أن يكمل أركان الإسلام التي هي واجبة عليه ومنها الحج، فكان الحج فريضة في هذه الأيام ومما زاد من عظمة هذه الأيام. ويمكن تكرار الأمر للمرء في عدة مرات، أي ممكن أن يحج المرء أكثر مرة. نعم. نعم. أيضا استكمالا لحديثك عبد الرحمن، الحج هو فريضة لكل مسلم بالغ عاقل وقادر، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وواجب على الفرد أداء الحج مرة واحدة. وكما ذكرت أنت أنه لا بأس أنه يحج أكثر من مرة، لكن يجب على المسلم أداء فريضة الحج مرة واحدة. وكما ذكرت أنه لا مانع من تكرار أداء فريضة الحج إذا استطاع الإنسان ذلك. والدليل على فريضة الحج من القرآن الكريم قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. جميل. أما عن دليل فرضية الحج في الأحاديث النبوية فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم. أيضا أخ عبد الرحمن، الحج يحتاج إلى طاقة روحانية عظيمة 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 جدا، ويحتاج إلى بذل الكثير من المجهود والمشقة. لذلك فإن أجر أداء واجب الحج وأداء فريضة الحج عظيم بقدر ما هو، يعني هو قد يكون مرهق ومتعب وفيه مشقة وفيه بذل للمال كثير، ولكن أجره عظيم عند الله عز وجل، وفيه الكثير من الأركان والطرق والخطوات والواجبات. وأهم الأركان في الحج هو الوقوف في عرفة. فالحج أخي عبد الرحمن هو عرفة، الحج هو عرفة. ويبدأ موسم الحج طبعا في أول 10 أيام من ذي الحجة، ويوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة. أما يوم 10 من ذي الحجة فهو يوم النحر، وفيه يذبح المسلمون الأضاحي ويوزعونها على الفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك. نعم. وفي هذا نتعلم أن الحج ليس مجرد فريضة يقوم بها المسلم، ففيها مجموعة عظيمة من الدروس والعبر التي يستفيد منها المسلم ويتعلمها
عفوا في أمور الدنيا، مثل الصبر على أداء الطاعات وتوحيد القلوب والأرواح بين الناس، أي أنك تكون في مكان واحد اللي هو الحرم ويجتمع فيه جميع أنواع البشر، غنيهم وفقيرهم عفوا وخادمهم ومخدومهم وسيدهم ومأمورهم والأبيض والأسود، ويلبسون كلهم لباسا واحدا لا يتميز فيه أحد عن أحد، ليعلمنا الله سبحانه وتعالى أن الناس عنده سواسية لا تفريق بينهم. وفي ذلك يقول أحمد شوقي: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات تساووا، فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات، أي أنهم كلهم بجميع أنسابهم وجميع أقدارهم مختلفين. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، نترككم إلى فاصل قصير ونعاود لقاءكم، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله بعباده أن جعل للطاعات أياما ومواسم معلومات، ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من الطاعات والنوافل كالحج والعمرة والصيام والمحافظة على الصلاة والصدقة وكثرة التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وتعلمه وغيرها من أعمال الخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أهم هذه الأيام يوم عرفة. ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مشاهدونا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أحييكم من شبكة سلام الإعلامية. أنا أحمد شريف، وأتشرف أن أعلن لكم أنه قريبا ستتابعون برنامجا جديدا تحت عنوان مع اللغة العربية. مع اللغة العربية برنامج أسبوعي يتناول أهمية اللغة العربية ومكانتها في المجتمع الإريتري. نلتقي قريبا بإذن الله في حلقة وفي برنامج مع اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا عبي تاريخ زلوة هاجريا بمكران بمسوأة بعوتات زحالفت اسكي
نزي عبي تاريخنا قنسلنا نمرأي تاريخ إريتريا أب تحت زبل مدب أب سلام تلفزيون يراخبنا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا بعد هذا الفاصل. وصلنا واياكم الى اللحظات المهمه واللحظات التي يترقبها الجميع خلف الشاشه وهي السحوبات. دعنا اخوة الرحمن نبدا باول سحوباتنا لهذا اليوم وهو قسم الاتصالات. تفضل يا عبد الرحمن. طيب لعل الاجابه كانت لبيد بن ربيع العامري، والان نبدا بسحب الاتصالات ولعلها كانت كثيرة اليوم. أما الفائز معنا لهذا اليوم بالاتصالات الأخت حليمة آدم من الرياض، لو تظهرها من عندك. الأخت حليمة آدم. للأخت حليمة آدم من الرياض. نعم. ألف مبروك للأخت حليمة آدم، جائزة وقيمتها $150. ألف مبروك أختي حليمة، وحظا أوفرا لجميع المتصلين. ألف مبروك أختي حليمة آدم، جائزة وقيمتها $150 عبر المسار الأول وهو مسار الاتصالات، وحظا أوفرا لجميع المتصلين. وما شاء الله الإجابات اليوم كلها يا عبد الرحمن كانت صحيحة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب نخوض في السحب الآخر وهو سحب الفيسبوك. نعم. ونذكر بقيمة الجائزة هي $100. ما شاء الله التعليقات اليوم كثيرة عبد الرحمن. نعم. طيب نبارك للفائز معنا في هذا اليوم. نبارك لك أخت فريدة قيتون. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، للحديث بقية والحديث معكم ذو شجون. انتظرونا في حلقات مقبلة. طابت أوقاتكم بكل خير.